شوف يا كركر اخويا، طريقتك في اللعب لازم يكون لها سيستم. اذا كان هو السيستم ده اللي تمشي بيه في النادي الاهلي مش هينفع. ليه؟ لان النادي الاهلي ما بيستحملش الهزيمه، ما بيستحملش التعادل السيء. جماهير النادي الاهلي متعوده على الانتصارات، متعوده على الفوز دايما، متعوده ترهق اي خصم. ولكن لما يجي خصم بحجم الداخليه وله منك كل الاحترام والتقدير، ولكن حضرتك فايز 1-0 ويتهزم وينطرد منهم واحد، وفي الدقيقة 90 يتعادلوا معاك، دي لازم نشوف فيها ايه ونشوف لها حل. الحل في السيستم اللي انت عامله. سيستمك غلط، سيستمك فيه حاجة غلط يا كرر يا اخويا. ليه يا كرر فيه حاجة غلط؟ عشان خاطر اللعيبة مش متمركزة صح. لعيبتك يا كركر مش ملتزمة بأماكنها، بتجيب وتودي، واللاعب اللي بيكون مش يومه بتصبر عليه أكتر فترة ممكنة. 1-0 ما يعنيش إنك أنت خدت المباراة أو فزت بالمباراة، لا، أنت بتلعب في الدوري المصري، لازم يكون عندك حذر إن ممكن أي لحظة خلل دفاعي يدخل الهدف. وبالفعل شفنا الهدف، الواد دخل على رامي، لف به الدائري كله، وبعد كده نزل دخل بيت رامي وخرج، ورامي ما شافوش، ما تعرفش ازاي. فالحكايه دي لازم تشوف لك ليها حل يا كركر، عشان خاطر كده ممكن يضيع مننا دوري ودوري ابطال افريقيا. ما ينفعش القصه دي. ديانج عليه علامه استفهام كبيره. ديانج مش بيسلم الكوره صح، مش بيعرف يلتحم التحاماته اللي كان بيلتحمها. ديانج وزنه زايد لا يقل عن 3-4 كيلو. ديانج النهارده او امبارح ما كانش موجود في المباراه، لان تمريراته كلها غلط في غلط، ما عرفش يمرر الكوره كويس. ديانج النهارده تمريراته كلها خاطئه. ديانج فكرنا بمباراتين الريال وفليمينجو، لما بيرجع بدماغه وبيرجع برجله ياخدها الخصم. ازاي ديانج انت بتلعب بالطريقه دي؟ الايام دي فيك ايه ديانج؟ مش عارفين. لازم يا كركر تشوف اللعيبه دي مالها، ليه التمريرات خاطئه. محمد طاهر ما كانش كده بتاتا. محمد طاهر النهارده كانوا بياكلوا به حلاوه، كانوا بيلعبوا به لعب. ازاي الكلام ده؟ قفشه بتنزله في الدقيقه 60 او 65، ليه ما تنزله من بدايه الشوط الثاني عشان خاطر يمسك رتم المباراه ليك من البدايه؟ انما انت حضرتك صبرت على قفشه. لازم يكون عندك سيستم تعديلي بسرعه يا كركر يا حبيبي، عشان خاطر كده الاهلي ما ينفعش. الاهلي فريق بطولات وانت عارف كده كويس، ولازم يكون فريق انتصارات، وما بنستحملش الهزيمه، او جماهير النادي الاهلي ما بتتقبلش الهزيمه، والتعادل السيء ما بتتقبلوش نهائيا. الاهلي ضيع كتير. محمد شريف ضيع كور ما تضيعش خالص، فرص يعني بصراحه لو لاعب في مركز شباب لا هيجيبها جول. ازاي محمد شريف يضيع هدفين كده بالطريقه دي من النادي الاهلي؟ ما تعرفش. حمدي فتحي علامه استفهام كبيره. الكره تيجي له مقشره يدخل بيها جوه ال 18، يعمل كوبري في نفسه والكره تطير منه. ازاي ما تعرفش؟ اللعيبه داخل صندوق ال 18 مش بتعرف تنفذ خطه كره صح. اللعيبه داخل ال 18 بتتلجلج امام الخصم. اللعيبه بقت ال 18 كارثه بالنسبه لهم. اي لاعب في النادي الاهلي يدخل جوه ال 18 بالنسبه له كارثه كبيره. مش هو النادي الاهلي ده. النادي الاهلي كان من بره ال 18 ومن جوه ال 18 ومن جوه السكسات ده كان بيهدف. النهارده لعيبتنا لما تيجي داخل جوه ال 18 بيكون بالنسبه لهم كارثه كبيره. رجليهم كده ما تعرفش بيحصل فيها ايه. حمدي فتحي يعمل كوبري في نفسه والكره تضيع منه جوه ال 18، مع ان كان لو دخل بيها كان هيبقى هدف جميل ما تعرفش ازاي. ولكن احنا حاليا مش بنهدم، احنا بنعاتب عتاب وبنلوم لحبايبنا لعيبه النادي الاهلي اللي المفروض هم لعيبه كبار، لعيبه ما ينفعش يدخل فيك هدف من خصم بيلعب ناقص واحد
في الدوري المصري مهما يكون هو مين، ان شاء الله حتى يكون الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، فاركو، لا ما ينفعش الكلام ده، لانك انت بتلعب في النادي الاهلي صاحب الجماهيريه العظيمه، ما ينفعش بالطريقه دي لعب النادي الاهلي، لازم تعدل من السيستم. الله اعلم بقى اذا كنت انت بقى طريقه التدوير دي ما نفعش، طريقه الثقب ما تنفعش، شوف لك طريقه ثانيه غيرها، اذا كان مش نافع معانا لا خلاص يبقى كده لازم تبدل وتغير. بيرسي تاو عليه علامه استفهام كبيره بصراحه، مره قدام، مره مش عارف على الجنب، مره تحت خط الوسط، مره قدام خط الوسط، ما تعرفلوش مكان بيرسي تاو. والمشكله ما بينتجش في اي مكان بيلعب بيه. هل انتم مثلا حاليا بتنفذوا خطط فيريرا لما بيلاعب زيزو مثلا يقول له روح يمين، تعال شمال، ارجع ورا، اطلع قدام، فمش فاهمين يعني بالظبط؟ لا بيرسي تاو بصراحه عليه علامه استفهام. معظم لعيبه النادي الاهلي امام الداخليه لا، اهل الداخليه سيء.